أهلا بيكم. بتدور على السعادة ونفسك تلاقيها؟ عايز تتعلم ازاي تعيش مبسوط رغم كل اللي بيحصل حواليك؟ تعبت من الهموم ونفسك تتعلم تهرب منها؟ لو عايز تتعلم ازاي توصل للسعادة الداخلية تابعنا في حلقة النهاردة. كلنا بندور على السعادة وكل واحد فينا بيختار طريق مختلف علشان يوصل لها، لكن بنتفاجئ اننا كل ما نلاقيها بتهرب مننا وكأننا بنجري ورا سراب بيسرق مننا عمرنا. وبنفضل نسأل نفسنا ليه بيحصل معانا كده؟ ليه كل ما نلاقي حاجة تسعدنا بتهرب مننا؟ رغم ان طلباتنا في الدنيا بسيطة لكنها صعبة المنال، وحتى لو لقينا حاجة تسعدنا بعد شوية بتفقد زهوتها. الحقيقة ان الحياة اللي احنا بنعيشها هي انعكاس لأفكارنا ومعتقداتنا. معنى كده ان عشان نلاقي السعادة لازم تكون نابعة مننا من جوانا، علشان تقدر الحياة تعكسها لنا في صورة أحداثها وتدوم معانا. لكن طول ما احنا بنعلق سعادتنا على أمور خارجنا، سهل جدا ان العالم يسرقها مننا بحكم انه دايما متقلب ومتغير. طب ازاي السعادة تكون نابعة من جوانا؟ معنى كده ان احنا ناخد قرار داخلي بعدم الاستسلام للحزن او اليأس مهما واجهنا في الحياة من صعوبات او تحديات، واننا نبدأ نبص لحياتنا انها مملكة احنا اللي بنحكمها، بمعنى اننا نبدأ نتحمل مسؤولية افكارنا ومشاعرنا وما نستسهلش استخدام الظروف كشماعة نعلق عليها خيباتنا في الحياة، ونبدأ نبص لكل اخفاق سابق كدرس وكل ظروف ضاغطة كعدو لازم نواجهه وننتصر عليه، وكل محنة كمعركة قادرين على الانتصار فيها من أجل الحياة. كلام جميل، بس نطبقه ازاي؟ بعد ما تاخد القرار ده من جواك، عقلك هيبدأ ينصاع لأوامرك وهيبدأ يفكر ازاي يساعدك بدل ما يعدد لك أسباب تعاستك. في الحالة دي مش هيبقى ناقصك غير انك تتعلم ازاي تسعد نفسك، ودي ممارسة سهل تتعلمها من خلال 4 خطوات أو 4 ممارسات تداوم عليهم في حياتك زي ما شرحتهم جامعة هارفارد الأمريكية. وهم: أول حاجة إنك تبدأ تدور عن أكتر حاجة بتحب تعملها وممكن تقضي فيها ساعات من غير ما تشعر بالوقت أو تزهق، وهي دي هتبقى مدينة سعادتك اللي تقدر تلجأ ليها لما هموم الحياة تطاردك عشان تعيد شحن طاقتك لمواجهتها. تاني حاجة مهم جدا إنك تعرف نقط القوة في حياتك وفي شخصيتك علشان تبقى هي سلاحك اللي تواجه بيه ضغوط الحياة اللي بتشعرك بضعفك وقلة حيلك، وعلشان دايما تفكر نفسك إنك تقدر تعيش الحياة اللي بتتمناها. تالت حاجة محتاج تتعلم تمارس الشكر والعرفان بدل التذمر والغضب علشان تعود عقلك يشوف النعمة في كل نقمة، وده هيكون المنفذ اللي تهرب منه من فخ الإحباط واليأس. رابع حاجة، عود نفسك تشوف نجاحاتك الصغيرة وتقدرها وتحتفل بيها علشان تكون حافز دائم ليك طول مسيرة حياتك يشجعك انك تكمل الطريق وتوصل لأهدافك وما تستسلمش لمخاوفك. لو عايز تتعلم ازاي تقتني السعادة الداخلية تقدر تتواصل معايا وتحجز جلسة كوتشنج عشان نبدأ الرحلة سوا. أخيرا كونوا دائما معافين. أشكركم.